السلام عليكم عشاق وجماهير الأهلي السعودي، معكم أخوكم إياد. شو قصة تهديد ماتياس يايسلي للجنة الفنية بالنادي الأهلي؟ ما رح نطول عليكم، بس أول شي صلي على النبي، وإذا مالك مشترك بالقناة يا ريت تشترك لو سمحت، ولا تنسالي دعمك باللايك. يلا على التفاصيل، بسم الله. مباشرة يا شباب رح نفوت بالموضوع. ماتياس يايسلي كان عم يهدد الإدارة وعم يقول لها إذا ما بتنفذي لي طلباتي أنا بدي أترك النادي، كان عم يهدد بفسخ العقد. الإدارة التنفيذية ما توقعت إنه هذا الموضوع رح يكون صح، لأنه قالت لحالها مين رح يجي يدفع المبلغ الشرط الجزائي لماتياس يايسلي؟ الكلام التفصيلي شلون إجا؟ ماتياس يايسلي كان يهدد بفسخ عقده إذا لم يتم تنفيذ طلباته. الإدارة التنفيذية لم تأخذ الموضوع على محمل الجد، توقعا أن ليس هناك نادي سيدفع الشرط الجزائي لماتياس يايسلي. إذا هذا الموضوع كان صحيح يا شباب، نحن لازم نحكي كلمتين باختصار. أول شيء ماتياس يايسلي المفروض ما يحكي مع الإدارة بموضوع تهديد، ونفس الكلام المفروض كان الإدارة تحقق طلبات ماتياس يايسلي. يعني من إمتى الجمهور عم يطالب بلاعب محور مثلا والمدرب نفس الموضوع؟ طيب هلا أنا بدي أحكي وجهة نظري بهذا الموضوع، وهي فيك تقول رسالة للإدارة. هلا ماتياس يايسلي حمل حاله وراح، مالنا فيه. انت كإدارة شو المفروض تعمل لحتى تهدي الوضع وتهدي الجمهور؟ حاليا يا شباب النادي الأهلي بأزمة. صحيح الأزمة الحالية ما هي أزمة كبيرة، ولكن ممكن تقدر تسيطر عليها. فيك تسيطر عليها ببعض التنازلات بكل سهولة. أول شي لازم تجيب مدرب، ثاني شي لازم تجيب محور. أنا ما عم بحكي كلام من الكيمياء أو كلام من القمر، هذا الشي الجمهور عم يطالب فيه. جمهور الأهلي بالذات جمهور عاطفي. الشيء اللي عم براه على السوشيال ميديا شيء مو طبيعي. الغضب يلي عند الجمهور مو طبيعي أبدا، وبرودة الأعصاب يلي عند الإدارة كمان شيء مو طبيعي. أنت لازم حاليا ما تجيب مدرب عادي، بدك تجيب مدرب يكمل عمل يايسلي، بدك تجيب المدرب من نفس المدرسة اللي عم يشتغل فيها يايسلي، أو بالأحرى المدرسة الألمانية اللي عم يشتغل فيها يايسلي. الجمهور عم يطالب بهونيس، شو المشكلة إذا أنت ما ضغطت على هونيس وأعطيته طلباته وخليه يجي لعندك؟ زلمة درب شتوتغارت ما هالفريق الكبير، ووصل هو وياه المركز الرابع ودوري أبطال أوروبا. معنات هذا المدرب عنده شيء كتير كبير بيقدر يعمله. والتشكيلة الحالية الموجودة عند الأهلي ما هي تشكيلة عادية، قادرة بنهاية الموسم على أنه تتوج بعدة بطولات. اليوم 3 آب، يعني باقي 10 أيام بالضبط لبداية الدوري. انت شو عم تستنوا؟ 10 أيام انت ما عندك مدرب. محمد مسعد عم يدير التدريبات حاليا تمام، بالمساعدة مع المدرب البرتغالي تبع الفريق الرديف حسب ما قريت وسمعت، وكأنه إشارة أنه ناوي يطالع هذا المدرب يحطه أساسي. هذا القرار إذا بصير الجمهور ما رح يسكت أبدا. أنت شايف الجمهور فاير دمه وضايج، عجل موضوع المدرب، جيب لاعب محور سبر. عشرات اللاعبين المطروحين، شو عم تستنى؟ الشيء اللي صار مع المدرب الإدارة استغلته بحيث انه ما عاد انحكى بموضوع المحور. الجمهور تقريبا عم يفكر حاليا بالمدرب اكثر من اللاعب المحور، عم يفكر بالمدرب اكثر من اللاعب المحور، مشان بالاخر شو يصير؟ يجيبوا مدرب باخر لحظة. شو بيقولوا لك؟ والله ما لحقنا نجيب لاعب محور، سامحونا الموسم الجاي او الفترة الانتقالات الشتوية. شو بيكون استفاد الاهلي وجمهوره؟ يا لطيف كم مرة حكينا بموضوع المحور من وقت خروج كيسي، كل يوم عم ذكر بموضوع المحور. وانا شخصيا لما ياستي ترك النادي وراح نسيت المحور، بصراحة نسيت المحور. يعني ادارة الاهلي استغلت هذا الموضوع وما عاد حكت بلاعب محور، صار بدها مدرب. انا معك، الاولوية حاليا هو المدرب، صح الكلام، الاولوية هو المدرب، ولكن لا تهمل المحور. الإدارة الفنية هي مو شخص واحد، المفروض يكون في شخص عم يشتغل بالمحور وشخص عم يشتغل بالمدرب. ومش على العتيبي نزل على صفحته الرسمية وعم يقول انه احمد الشنقيطي وروي بيدرو هن يلي عم يشتغلوا بملف المدرب. تمام، ما في مشكلة لهون، ولكن ما في غيرهم بالإدارة يقدر يركض على المحور ويشوف شو في خيارات ويشتغل في مليون خيار وخيار. يا شباب الدوري على الابواب، 10 ايام. اذا ادارة الاهلي نسيانة نحن عم نذكرها انه 10 ايام يبلش الدوري. الجمهور يلي بده يفوت على الملعب والجمهور يلي بده يتفرج على المباراة من خلف الشاشات حقه يشوف فريقه فايت بقوة على ارض الملعب، واقف وقفة قوة، واقف وقفة بطل، ما بده يشوفه فريق منحني. جمهور الاهلي جمهور عاطفي جدا جدا يا شباب. يعني انت اداره المفروض شو تعمل حاليا؟ شايف الجمهور ضايج، على السريع بجيب له مدرب قوي مثل ما بده. اوعك تقول لي تشافي هرنانديز، اوعك تحكيها هي الكلمه. شو هذا المدرب؟ شو تشافي هرنانديز يعني؟
شو عمل؟ شو عنده انجازات شافي هرنانديز؟ اوعك تقول لي اخذ دوري اسباني مع برشلونه، ما هو كان عم ينافس فريق منهار ريال مدريد. فلا تقول لي انت انه والله تشافي هرنانديز، اوعك تغلط الغلطه، اكبر غلطه تشافي هرنانديز. الجمهور عم يطالب بهونيس، يا اخي هدي الجمهور، جيب لهم هونيس، على الاقل ساوي مفاوضاتك مع هونيس جاده، يعني خلي المفاوضات جاده. ساعات اذا تم الرفض بالكامل ممكن نحكي انه الاداره عملت اللي عليها وما مشي الحال. اما انت يعني حسب الاخبار اللي سمعتها انه انت عملتوا اتصالات مع هونيس لمره واحده فقط، والمدرب ما ابدى كثير اهتمام لانه ملتهي بشتوتغارت، ولكن انت بدك تشد اكثر على هذا الموضوع. يا جماعة الخير، 10 ايام حيبلش الدوري، معك يومين على الاكثر لتحدد مدرب، ومعك يومين تانيات لتجيب لاعب محور. يعني خلال 5 ايام بالكثير لازم يكون عندك. حاليا الاهلي عنده مدرب كبير وثقة، وعنده لاعب محور قوي سوبر. هالمرحلة كتير صعبة يا شباب على النادي الاهلي وعلى جمهوره. إدارة الأهلي أكيد في عندها ناس عم تفتح السوشيال ميديا وعم تتابع، هل من المعقول ما شافوا ما حسوا بالشي اللي صاير مع الجمهور؟ على كل حال هي الرسالة أنا حكيتها للمرة يمكن الثانية أو الثالثة. بتمنى إذا في حدا عم يتابع هاي القناة وحب يوصل هاي الرسالة لأحد الإداريين، بس يشوف ياخد فكرة، ممكن يكون في أمور غايبة عن باله، ومع أني أنا واثق أنه مو غايب عن باله أي شيء أنا حكيته، لأنه هذا الشيء اللي حكيته أنا بديهي، ولا يعني أنا ما عم بحكي لا فيزياء ولا كيمياء، ولا عم بحكي بلغة غير مفهومة. الحكي معروف وكل إنسان مفروض يعرفه، ولكن في تقصير كبير من الإدارة. ممكن نحن مشان ما نظلم كمان بدنا نكون نحن واقعيين، نحكي هي وبنحكي هي. ممكن يكونوا عم يحاولوا يشتغلوا ولكن بالخفاء، أو بالأحرى بسرية تامة. طب ليش بسرية تامة؟ حط الجمهور، خلي الجمهور يشوفك شو عم تعمل. على اساس من امبارح بين فترة الظهر والمغرب يكون المدرب ظهر اسمه، انتهى امبارح وبلشنا باليوم ما صار شيء نهائيا. على كل حال نحن معكم تحديث يومي ان شاء الله. الجمهور الاهلاوي ما رح يرضى الا بمدرب قوي ولاعب سوبر، والرسالة حاليا اكيد رح توصل ان شاء الله. هذا كل شيء عندي اليوم، نلتقي على خير والسلام عليكم.